السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نيوتريشنست عمرو صلاح، اخصائي تغذية الرياضيين واخصائي السمنة والنحافة او اخصائي التغذية العلاجية. هكون معاكم النهاردة باذن الله عشان اعمل لكم زي ورك شوب كده. الورك شوب دي تعتبر شاملة ازاي ان احنا نعمل فيتنس بلان من A to Z، شاملة ازاي نعمل نظام غذائي بشكل ساينتفك وبشكل صحي بنسبة 100%. تمام. هو تعتبر يعني هي مش فيديو اكتر ما هي ورك شوب، لكن الورك شوب دي تعتبر اهم فيديو انت ممكن تشوفه في حياتك لو انت نفسك تبدأ رحلة فتنس. تمام. وعايز تعمل الموضوع بشكل علمي، بشكل سليم، بشكل واقعي، بشكل فعال. عايز تعمل نتائج والنتائج دي تفضل موجودة معاك ومكملة معاك. عايز تعمل نتائج في وقت مظبوط، مش عايز تنزل نزول سريع ويحصل لك اي مشاكل صحية او ترهلات او سقوط شعر او كده. لو حابب ان شاء الله تعمل كده، كمل الورك شوب دي لاخر دقيقة. تمام. طبعا انا مش هعرف نفسي بسرعة، انا عرفت نفسي بس في 3 كلمات. وان شاء الله هسيب لكم لينك ان انتوا تدخلوا برضو تشوفوا ايه كل الشهادات بتاعتي وكل الحاجات بتاعتي، بحيث ان انتوا تبقوا عارفين برضو انتوا ايه بتاخدوا المعلومة من هل فعلا انا حد تراستد وحد فعلا يعني تمشوا ورا المدرسة بتاعته ولا لا. طيب، هنا ده كده غلاف الكتاب. انا كنت عامل الكتاب وكنت بوزعه بشكل مجاني لفترة محدودة، بس ان اكتشفت ان في ناس كتير بتكسل تقرا، فعشان كده عملت ايه؟ قلت خلاص، بدل ما انا بدرس الورك شوب دي في الجامعات وكده، خلاص انا ممكن اسجلها بحيث ان انت يبقى ليك اكسس ليها بشكل اسهل. بدل ما يعني بدل ما انت لو ساكن بعيد او ساكن في محافظة تانية او الكلام ده كله، وبتروح مشاوير كتير وبتاع عشان توصل لي، او هتركب مواصلات كتير وكده. لا، احنا ايه نقدر ان احنا نعملها اونلاين بحيث ان ايه اكتر عدد يقدر يستفاد منها. هنا دي التيبل اوف كونتنت. اول حاجه، ازاي تحدد هدفك سواء زياده او خساره الوزن او ثبات الوزن. الحاجه التانية، حساب سعرات الثبات لوزنك. الحاجه التالتة، حساب زياده او تقليل السعرات الحراريه في حاله انك عاوز تزيد او تقل في الوزن. والحاجه الرابعه، حساب السعرات الحراريه اللي هتمشي عليها عشان توصل لهدفك، سواء كان بروتين او كرب او دهون الى اخره. هنا تقسيم السعرات الى بروتين وكربوهيدرات ودهون صحيه بالجرامات. بعد كده الميل سبليتنج دي تقسيم المجموعات الغذائية لعدد وجبات معين. بعد كده تحديد جدول معين لأكل الوجبات. بعد كده اختيار أصناف الأكل في الدايت، المكملات الغذائية اللي ممكن نحتاجها. وآخر 3 حاجات هي هتبقى بلانين فيزيكال اكتيفيتي، ده اللي هو التمرين، ايه اللي احنا ممكن نعمله كتمرين. وهنا بالنسبة للناس اللي مهتمة قوي بخسارة الدهون وخسارة وزيادة العضلات، حطيت لكم هنا ايه معدل نزول الوزن الواقعي وايه معدل زيادة الوزن الواقعي لو احنا ماشيين بشكل علمي بنسبة 100%، وعندنا هدف بعيد المدى. واخر حاجة حاططها لك هنا، ازاي ان انت تتراك الايه البروجرس بتاعك ده او التقدم بتاعك. هنا هتلاقيني بشرح لك ان كتير مننا في فتره ما من حياته، سواء ولد او بنت، بيبقى نفسه يعمل تغيير حقيقي في شكل جسمه ولياقته البدنيه وتحسين الصحه عموما، بس مش عارف المفروض يبدا ازاي او يعمل ايه. وبرضه كل شخص مننا ليه اهداف مختلفه عن التاني. في حد عايز يزيد في الوزن مثلا، حد عايز يوصل لشكل معتدل، حد نفسه يعمل ضخامه عضليه، حد نفسه يبقى جسمه حجمه اكبر، في واحد وزنه عالي نفسه يكسر رقم معين يكون تحت ال70 الى اخره، لكن عنده شكل بطن. فانت في الحالتين هيبقى قدامك طريقين، يا اما تخسر الدهون او تزيد عضلات، او هتبقى حابب تثبت وزنك. والوزن الطبيعي المفروض الانسان يكون عليه هو للرجاله من 14% ل 18%. يعني ده الرينج الدهون اللي انت لو بقيت عليه هتعتبر ان انت ايه في رينج هيلسي. من 14 ل 18 للرجاله، ومن 17 ل 27 للسيدات. طبعا واحنا بنكمل شرح هتشوف بالظبط انت بالنسبة لوزنك وطولك وسنك والكلام ده كله المفروض نسبة الدهون عندك تبقى كام. بس في الاول وفي الاخر احنا مش يعني عشان نكون واقعيين، احنا مش بنتارجت وزن معين كده بشكل عشوائي، مش بنتارجت نسبة دهون بشكل عشوائي، مش بنتارجت حاجة ما نعرفش نعمل لها قياس. يعني ما ينفعش مثلا ان انا اجي اقول ايه انا عايز انزل الكرش ده،
انا بس عايز انا بس عايز البنطلون يظبط عليا، انا بس مش عارف ايه. دي بتبقى دي بتبقى النظرة السطحية لخسارة الوزن والدهون او للبدء في رياضة ونمط حياة صحي. انا عملت تيبل كده بشرح لك فيها لو انت التزمت بنظام غذائي صحي ولو التزمت بدايت وبتمرين، ايه العائد اللي هيحصل لجسمك، او ايه العائد اللي هيحصل عليك انت شخصيا ايه. وحطيت لك كل الحاجات دي في الفايل ده، هشرحهم بشكل سريع جدا برضو. انا حابب بقدر الامكان ان انا ما اطولش عليكم. طيب، في ناس بتبقى فاكرة ان خسارة الوزن دي مجرد ان انت شكلك بقى احلى، ان انت اللبس بقى بيجي عليك، ان انت مش مضطر تلبس مقاسات كبيرة اكس لارج و2 اكس و3 اكس والكلام ده كله. بس الموضوع اقوى من كده بكتير واعمق من كده بكتير، وهنشوف دلوقتي. اول حاجة، لو انت لو انت ابتديت تتمرن وظبطت فورمة كويسة ونزلت في الوزن، اول حاجه هنا reduced risk of type 2 diabetes، معناها ان انت هتبقى اقل جدا عرضه للاصابه بمرض السكري من النوع الثاني. improved insulin sensitivity، معناها ان انت حساسيه الانسولين عندك هتبقى اعلى. طبعا حساسيه الانسولين دي الحاجه الكويسه. الحاجه التانية اللي مش كويسه هي مقاومه الانسولين. هنا بيقول لك الكارديوفاسكولار هيرث، بمعنى صحه النظام الوريدي في جسمك هيبقى احسن. lower blood pressure، سكر الدم عندك او ضغط الدم عندك اسف هيبقى اقل. سترونجر هارت، ضربات قلبك هتبقى اقوى، وقلبك هيبتدي ان هو يدق، يستهلك بشكل اقل، لان انت لما بيكون قلبك اقوى، اللي بيحصل في جسمك هنا ان انت ضربات قلبك هتبقى اقل. ضربات قلبك لما بتبقى اقل معناها ايه؟ معناها ان انت قلبك قوي فبيعمل مجهود اقل عشان يضخ الدم. هتلاقي الناس اللي عندها مشاكل في القلب هتلاقي الهارت ريت بتاعها عالي، هتلاقي ان هو في الدقيقة مثلا في الريستنج في الراحة ضربات قلبه بتبقى معدية ال 75 ال 80 الكلام ده. كل ما كانت اقل بقى كل ما كان الموضوع ده احسن. هتلاقي هنا بيقول لك بلاد بيتر بلاد سيركيليشن، معناها ان الدورة الدموية عندك بتتحسن. وهنا بيقول لك برضو ليه الموضوع ده مهم. هنا في الماسل ماس انكريس هاير ميتابوليك ريت. ماسل ماس انكريس معناها ان انت بيبقى عندك زياده في الكتله العضليه في جسمك. بيقول لك هاير ميتابوليك ريت معناها ان انت جسمك بيبتدي يحرق سعرات اكتر، ودي بتبقى حاجه كويسه ان انت جسمك ما بيخزنش دهون اكتر. more calories burned at rest، هي لسه انا كنت شارحها ان انت بتحرق سعرات اكتر حتى وانت قاعد مريح مش بتعمل مجهود. mental health less in anxiety and depression، انت طبعا بيبقى عندك قلق واكتئاب اقل. increased confidence، بتبقى عندك ثقة في النفس عالية. better sleep، بتعرف تنام احسن. hormonal balance، يبتدي ان انت هرمون التستيرون عندك بيتظبط. وللبنات الاستروجين والتستوستيرون البالانس بينهم بيبقى مظبوط، يعني ما بيحصلش ان هي مثلا الاستروجين يبقى عالي قوي او التستوستيرون عالي قوي، لا بيبقى في بالانس بينهم. هنا بيقول لك فانكشن ستريل فانكشن سترينث، بمعنى ان انت بتعرف تعمل كل الاكتيفيتيز بتاعتك اليوميه بشكل افضل. ودي حاجه برضو مش كتير بياخد باله منها غير لما بيجي يبدا. ان انت هنا بتقول لك اهو كلامبنج ستيرز، طلوع السلالم، ان انت تشيل الاطفال، ان انت تروح تشتري، ان انت تمشي مسافات طويله مثلا، ان انت تعمل مشاوير كتير في نفس اليوم، الكلام ده كله بيفرق معاك جامد. هنا الجوينت هيلث، صحه المفاصل، بيقول لك ان انت ال- بتقلل اللود الحمل من على الركبة وعلى الظهر، وبيبقى عندك موبيلتي اكتر، بتبقى عندك مرونة احسن. البادي كومبوزيشن ده اللي هو مكونات جسمك عموما. بادي كومبوزيشن دي معناها نسب الدهون ونسب العضلات ونسب المية ونسب الدهون الحشوية ونسب الاعضاء الداخليه في جسمك والكلام ده كله. هنا بيقول لك ان هو lower visceral fat، معناها ان الدهون الحشويه عندك بتقل. وبيقول لك higher lean mass، معناها ان انت نسبه العضلات عندك بتزيد. discipline روتين، هنا بيعلمك ان انت ازاي بتبني mental toughness، ان انت بتبقى عندك روتين في يومك لكن روتين جيد. طبعا الروتين الجيد احسن بكتير من الروتين السيء، لان الروتين الجيد انت لما بتتعود تعمله بتعرف ان انت تحقق كل اهداف حياتك، بتعرف ان انت الاسبكت بتاعت حياتك كلها. احنا عندنا اكتر من 12 اسبكت في الحياة، لو ظبطنا الاسبكت بتاع الفيتنس ده كل الاسبكتس التانية هنقدر ان احنا نعملها بشكل منتظم وبشكل كويس. هتلاقينا بيقول لك build mental toughness improve
ديلي برودكتيفيتي بمعنى ان انت انتاجيتك على مدار اليوم بتبقى اعلى. لونجيتيفيتي هنا بمعنى ان انت اللايف سبين بتاعتك، طبعا الاعمار بيد الله، بس انت في الاول وفي الاخر بتاخد بالاسباب. لو انت عشت حياتك كلها ايه بنمط حياه هيلسي، وبتاكل كويس وبتتمرن وبتبعد عن التدخين وعن الحاجات السيئه، كل ما كان باذن الله موست لايكلي ان انت هتعيش بكواليتي احسن، وان شاء الله عمرك هيبقى اطول. هنا الاميون سبورت، جهاز المناعه عندك بيبقى قوي. ايجنج سلور هنا، قصه ان انت بيبقى عندك بون دنسيتي والماسل بتاعتك بتبقى فريش لسه، بمعنى ان انت عايز يقول لك ان انت بتبقى كل ما كنت ماشي صحي وهيلسي كل ما كنت انت اقل عرضه للشيخوخه. هتلاقي هنا برضو بيقول لك هو هيل بريفنت سكوبينيا، والاوستيو ده اللي هو هشاشة العظام والى اخره، الامراض اللي هي بتبتدي تواجه الانسان من ايه، من اول سن 60 واحنا طالع وانت طالع. فكل دي بنفيتس وكل دي حاجات قويه جدا مهمه جدا تخليك اولا تبدا فتنس بلان وتلتزم بيها. ثانيا ان انت تبقى عارف ان الموضوع ده اولويه، لان الموضوع ده يعني مش رفاهيه خالص، الموضوع ده اولويه وانت باذن الله لازم تعمله. طولت عليكم في الحته دي معلش، بس كان ايه، كان لازم اشرحها بشكل مفصل يعني. هنا هتلاقيني زي ما بقول لك كده النسب اللي هي للبنات والستات وكده. هنا هتلاقيه بيقول لك ان انت من سن 20 لسن 39 نسبة تحت 8%، تحت 8% كده لو، تحت ال 11% لو. من لو انت من سن 40 ل 59، من 60 ل 79 تحت 13% ده كده لو. هنا الهيلسي اهو، لو انت من سن 20 لسن 39 بيقول لك ان انت من 8 ل 20% انت كده هيلسي. من سن 40 ل 59 لو انت من 11 ل 22% كده انت هيلسي. برضو هنا هتلاقي ان انت كل ما السن بتاعك بيكبر كل ما هو بيعلي نسبة الفات، لان هو بيبقى عارف ان انت موست لايكلي ايه، الحرق عندك بيقل، حركتك بتقل، الميتابوليزم عندك بيقل، فبيبقى طبيعي ان ده يرفلكت على زيادة بسيطة في ايه، في نسبة الدهون. بيقولك ان انت هنا من سن 60 ل 79، من 13 ل 75 هيلسي. نفس الكلام هنا في الاوفر ويت. طبعا مش هقعد بشرح لكم بالتفصيل لان انا ايه، عايز ادخل معاكم في المفيد على طول. وهنا بيقول لك لو انت في السن ده من 20 ل 39، لو انت فوق ال 25% انت كده اوبيز. هنا من 40 ل 59 28%. هنا من 60 ل 69 ايه 30%. فاحنا هنا احنا عشان نحدد المفروض ان هنزيد قد ايه او هنخس قد ايه، لازم نعرف الاول نسبة الدهون في جسمنا ايه. دي الطرق اللي ايه، اللي احنا بنعرف بيها نسبة الدهون بتاعتنا قد ايه. طريقة حساب النافي سيل الأمريكية، ودي اللي أنا بشتغل بيها. ودي بتحتاج تعرف منك كذا حاجة. أولا السن، سنك كام، طولك بالسنتي كام، النوع ذكر أو أنثى، محيط الرقبة بالمزورة، محيط الوسط بالمزورة، محيط الحوض بالمزورة. لو ولد مش هتحتاج ايه محيط الحوض. لو انت ولد او بنت ضروري جدا تقيس طولك وجسمك مفروض وتكون حافي من غير شوز. هنا طبعا في ناس يعني في ناس هنا بتلخبط. آه الناس مثلا تبقى مش واقفه على ارض مستقيمه، تبقى لابسه شوز عالي، الكلام ده تقيس. فانت لازم وانت بتقيس الطول بتاعك لازم تبقى ظهرك مفروض وجسمك كله لازق في الحيطه، اللي هو الميتر اللي يبقى في الحيطه ده. ولازم تبقى انت واقف على رجلك عادي. طيب احنا لما نيجي نضغط هنا هيوديك للينك، ده هايبر لينك كده، هيوديك ازاي ان انت ايه تدخل كل الداتا دي، وانا هعمل معاكم الموضوع بشكل عملي. هنا هتلاقيني حاطط لك الاماكن اللي انت بتحطها في المزوره بالظبط، وبتبقى المحيط بمعنى ان انت بتجيب المزوره من اولها لاخرها على رقبتك. يعني هنا كده محيط قياس الرقبه في الايه، بتلف في نص الرقبه بالظبط. في برضو صوره هوريها لكم. محيط البطن هنا بيبقى من عند السره بالظبط، ومحيط الحوض هنا بيبقى من عند مكان ايه، من تحت الحزام بالظبط. هوريكم برضو. انا كنت منزل هضيفها يعني انا وانا بعمل اديت للفيديو ايه، هضيفها لكم عشان هي مش موجوده دلوقتي. لو احنا دوسنا هنا على الهايبر لينك ده ودوسنا الاو، طبعا الهايبر لينك ده هيشتغل معاك من اللابتوب عادي او من الموبايل عادي لو انت عندك ايه ادوبي اكروبات.
هياخد بس شويه يعمل لود، معلش عشان ايه. تمام. انا هعمل على ايه، تجربه عمليه عليا انا. سن مثلا 32، وزني هنقول مثلا 67، الطول 173، محيط الرقبة مثلا 39. أنا بدي أرقام يعني مش شرط تبقى دقيقة بنسبة 100%، بس خلينا إيه نشوف المحيط البطن. هنا هنقول مثلا 85. تمام. طيب، في ناس بتقيس غلط، يعني في ناس بتقيس محيط الرقبة والبطن والحوض غلط. طب انت ازاي تعرف اذا كان الرقم اللي طالع ده بيميك سنس ولا لا؟ هبتدي اقول لك هنا ان في محيط الرقبة في الاغلب في البنات بيبقى من 32 لحد 41 ماكسيمم. محيط البطن هنا بيبقى في البنات لو بنت يعني رفيعة جدا بيبدأ من 65 لحد 120 وانت طالع. محيط الحوض نفس الكلام، بيبدأ من حاجة و70 او من حاجة و80 لحد 120 130 وانت طالع. فلو انت جيت تقيس محيط الرقبه مثلا لقيته مش حاجه و30 او مش حاجه و40، يبقى انت كده قايس غلط. نفس الكلام في البطن والحوض، ايه زي ما قلت. اول ما ادوس كالكوليت هنا هيديني ايه، هيديني كل الداتا اللي انا محتاجها. هنا بيقول لي ان انا هو نسبه الدهون عندي 16 ونص. بيقول ان انا في البادي فات كاتيجوري فيتنس. البادي فات ماس ده اللي هو محيط كتله، اللي هو كتله الدهون في جسمي 11 كيلو. اللين بادي ماس ده اللي هو وزن جسمي كله من غير الدهون 55 كيلو 9. هنا بقى بصوا ركزوا قوي في الحته دي عشان مهمه. بيقول لك الايديال بادي فات فور جيفن ايج كام، 13%. يعني هو شايف ان انا بالنسبه لسني ووزني وطولي والقياسات بتاعتي دي المفروض ان انا نسبه الدهون بتاعتي تبقى 13 واحد. طب هي اصلا كام؟ هي 16 و5. هتلاقي هنا بيقول لك انت المفروض تخس قد ايه او تزيد قد ايه. بادي فات تو لوز تو ريتش ايديال 2 كيلو و300 جرام، يعني قول 3 كيلو. المفروض ان انا كده انزل 3 كيلو دهون. لو انت بنت هتعمل نفس الكلام، هتدوس هنا في ميل. خلينا ناخد تجربة مثلا. هنقول مثلا بنت عندها 34 سنة، وزنها 67 برضو، طولها 165، محيط الرقبة مثلا 32، محيط البطن ممكن نقول 81، ومحيط الحوض مثلا 90. طبعا الارقام اللي انا بقولها لك دي ممكن تبقى عدت عليا قبل كده في المتابعه وكده، مش ارقام عشوائيه قوي يعني. بص هنا هتلاقيه بيقول لك ان هي اجمالي وزن الدهون في جسمها 18 و7، اجمالي اللين بادي ماس 8 و 48. نسبة الدهون عندها هنا كام؟ 28%. 27 9 دي يعني يعتبر 28%. بادي فات تو لوز تو ريتش ايديال كام؟ 4 و6. يبقى هي المفروض تنزل 4 كيلو 600 جرام. كده احنا عرفنا نحدد الايه، الجول بتاعنا. هتلاقيني انا حاطط لك برضو صورة من الموقع. طبعا الموقع ده كان فيرجن قديم وايه. انت لو كتبت في جوجل هنا، لو كتبت بادي فات كالكوليتور هيجيب لك اللي انا دخلت عليه ده، هيجيب لك اللي هو بالشكل ده، كالكوليت دوت نت. هتلاقيني بقول لك ان في طريقه تانية، ان انت ممكن تروح اي حد عنده جهاز اللي هو بيقيس الطول والوزن ونسبه الدهون، زي اجهزه بروكر منتشره بتبقى تكلفتها من 10 15 جنيه، ودي الصوره ليها. هتلاقي هنا برضو كاتب لك الداتا دي. نسبه الدهون عنده 14%، وزنها بالكيلو 10 كيلو، وزنه 70 كيلو، وطوله 174. دي ورقه كانت لكلاينت عندي. انا طبعا ما كنتش باخد كل الداتا دي، انا كنت باخد وزنه بس. هو كان بيروح المكان ده، كان بيوزن. حتى لو الميزان بتاع، يعني حتى لو الميزان بتاع الصيدليه دي مش مظبوط، بس الفكره ان احنا كل مره بنميجر التقدم بتاعنا، بنميجر من نفس المكان ده. فاهم قصدي؟ يعني ما ينفعش ان انا اوزن النهارده في الجيم، وبكره في عياده، وبعده عند بروكير، وبعده في جيم تاني، وبعده في الميزان اللي عندي في البيت. لا، لازم وانا بتابع التقدم بتاعي من اول يوم لحد، لا يعني لحد 5 6 7 شهور، نفس المكان بالظبط اللي انا بوزن فيه هو اللي انا اوزن فيه كل مره، عشان اعرف ان انا اخد داتا ايه، دقيقه. هنا هتلاقي بيقول لك ان الطريقه الثالثه انك تروح اي جيم معروف زي جولدز او اتش 2 او ترانسفورميشن الى اخره.
هتلاقي جهاز الانبادي، وده بيبقى ادق حاجه، بيديك تفاصيل اكتر زي اجمالي وزنك، وزن العضلات، وزن الدهون، نسبه الميه في الجسم، مؤشر كتله الجسم، نسبه قوه عضلات جسمك، درجه السمنه لو فيه. وده هتعمله لو او ده عشان تعمله لازم تبقى صايم قبلها ب4 ساعات، ولابس لبس خفيف، وتكون ما عملتش اي مجهود رياضي، تكون استخدمت الحمام، يعني بمعنى ان انت معدتك والقولون فاضي، وما يكونش فيه في جيوبك او فيها اي حاجه معدن او اجهزه كهربائيه زي تفتيش المطارات كده بالظبط. اي حاجه معدن بتاثر على سنسور الجهاز وبيعمل قراءات غلط. وبرضو الحوامل بيبقى ممنوع عنها الجهاز ده. وبرضو لو انت مركب اي جهاز لتنظيم ضربات القلب، ممنوع بنسبه مليون في الميه. خطر بنسبه 100% لو انت طلعت على الجهاز ده وانت عندك مركب جهاز اللي بينظم ايه ضربات القلب، لان لا قدر الله بيسبب الوفاه. هنا هتلاقيني بقول لك بس انت اهم حاجه بالنسبه لك تعرف نسبه الدهون، لان بناء عليها هتعرف تحسب كل حاجه. بعد ما عرفت نسبه الدهون كام، هنعرف وزنها بالكيلو كام. طبعا انت مش محتاج بقى ان انت ايه، زي ما قلت لك انت مش محتاج هنا تعمل الحسابات دي، بس اشرحها لك بسرعه. لو انت شخص مثلا وزنه 80 كيلو، نسبه الدهون عنده طلعت 25%، يبقى احنا هنضرب ال 80 في 25% هيدينا 20 كيلو. احنا مش محتاجين ان احنا نعمل الحسبه دي ليه، لان هو اوريدي مديها لنا هنا اوتوماتيك اهو. قال لك اللين ماس، انت بقى شغلك كله هيبقى اوتوماتيك كده. قال لك اللين ماس 48 و3. خلينا بقى على الحسبة القديمة اللي احنا هنشتغل بيها هنا اهو. او ممكن نكمل بالكيس التانية دي افضل، لان الكيس التانية دي الجول بتاعها اعلى. خلينا نكمل بالكيس دي احسن، لان الكيس دي هنا الجول بتاعها هياخد وقت اطول، ونسبة الدهون بتاعتها برضو هتحتاج تنزل اكتر. هنا هتلاقيني بشرح لك كل الحاجات اللي انا ايه شرحتها لك. رقم واحد نسبة الدهون كام في المية. رقم اتنين الفئة اللي شخص فيها طبيعي ولا زايد في الوزن ولا عنده سمنة. دي طبعا بتبقى متقسمة كاتيجوريز كده، اللي هو ايه، اندر ويت ده معناه ان هو محتاج يزيد في الوزن. بعد كده نورمال اللي هو طبيعي. بعد كده اوفر ويت اللي هو وزن زايد. بعد كده اوبيزيتي جريد 1 سمنة من الدرجة الأولى. اوبيزيتي جريد 2 سمنة من الدرجة التانية. اوبيزيتي جريد 3 سمنة من الدرجة التالتة. بعد كده موربيد اوبيزيتي ده معناها سمنة ايه مفرطة. هنا هتلاقي بيقول لك رقم 4 اللي هو اللين بادي ماس، ده وزن الجسم بالكيلو من غير الدهون. رقم 5 نسبة الدهون المثالية للشخص كام بناء على بياناته سنه ونوعه. رقم 6 هي الدهون المفروض يبقى عليها كام، المفروض اللي هو يخسرها بالكيلو كام عشان يوصل وزن مثالي، اللي هي ايه بادي فات لوز تو ايه تو ريش ايديال. هنا هتلاقيه بيقول لك ان انت بناء على نسبة دهونك هتعرف انت المفروض هتزيد ولا تخس في الوزن. وكده كده دي بتبقى حاجة ملحوظة، اما بتصور امامي وخلفي وجانبي، وبتبقى راجعة لرغبتك الشخصية. بس ده كان دليل علمي ليك عشان ايه تعرف انت المفروض تشتغل ازاي، لان في ناس بيبقى عندها نسبة دهون ومقتنعة انها ينفع تضخم عادي. يعني وانا الفترة اللي انا كنت شغال فيها، انا اشتغلت الاول في اير جيم 6 شهور، وبعد كده اشتغلت في جولد جيم سنتين، وبعد كده اشتغلت في جولد جيم ايه اشتغلت في اير جيم كيدز 6 شهور. فالفترة اللي أنا كنت فيها في جولدز كان بيجي لي الناس دي نسبة الدهون بتاعتها عالية، ممكن تبقى 17 18 20، وبيقول لي أنا عايز أضخم، عايز أبلك. فأنا أقول له لا يا ابني، أنت ما ينفعش تضخم، لأن أنت أوريدي في نهاية الضخامة. أنت نسبة الدهون عندك أوريدي 20%، فأنت لازم تقللها الأول تخليها 10%. بعد كده لما ما يبقاش فيه أي ديفوهات في جسمك خالص، ما عندكش مثلا دهون في منطقة الصدر أو في البطن أو في الجناب أو الكلام ده كله، وتلاقي عضلات بطنك كلها ظاهرة، ساعتها ابتدي ان انت تضخم. دي برضو نصيحة لأي حد بيتابع الفيديو ده، سواء انت عايز تخس او تزيد او ايا كان. ما ينفعش ان انت تبدأ ضخامة عضلية غير لما نسبة الدهون عندك تبقى معقولة. لو انت عندك اي حتة في جسمك مضايقاك فيها نسبة دهون، لازم الاول الحتة دي تنزل، وبعد كده تبتدي ان انت تعمل ضخامة. ممكن اوريكم برضو مثال عملي سريعا. Transformations.
ده بلال، ده من اقوى الترانسفورميشنز اللي انا اشتغلت عليها. هو كان بيتمرن بقاله سنتين بس ما كانش عمل ايه، ما كانش عمل اي فرق خالص. كان عمل يعني كتلة عضلية كويسة بس ما كانش برضه الحاجة اللي هو منتظرها. هنا لما بدأنا في الصورة الأولانية دي وزنه كان 67 كيلو، كان مريح من التمرين بقاله 6 شهور. فهنا كان عنده نسبة دهون شوية محتاجين إن احنا نقللها، فأنا قلت له هنعمل أول شهر عجز في السعرات، بعد كده هبتدي نضخم. الفرق بين الصورة دي والصورة دي شهر بالظبط. هنا ابتدى إن هو لما عملنا له عجز في السعرات ابتدى إن هو يعمل آه، عضلات بطنه ظهرت وكتلته العضلية ابتدت تظهر شوية. بعد كده من اول الشهر التالت ابتدى ان هو ايه نعمل له بقى ضخامه عضليه صرف، لكن ان احنا من الاول يبقى شخص عنده دهون ونخليه ان هو يعمل بالكنج ما ينفعش. الخطوه التانيه هنا ان احنا نحسب السعرات الحراريه اللازمه لثبات الوزن عشان نقدر نحدد كميه السعرات اللي هنقللها او نزودها. عشان تحسب السعرات اللي جسمنا محتاجها للثبات بنحتاج معادله دقيقه جدا اسمها كاتش ماكريدل. طبعا انت بتشوف في الانترنت معادلات غريبه جدا، يقول لك اضرب وزنك في 24 في واحد، يقول لك مثلا استخدم هارس بندكت، يقول لك استخدم معادله مش عارف مين. اكتر معادله دقيقه بنسبه 100% هي معادله كاتش ماكريدل اللي احنا هنستخدمها دلوقتي. برضو يعني برضو كل المعادلات دي ما بنقدرش ان احنا نقول ان الوزن اللي هيثبت الرقم اللي هيثبت وزنك ده دقيق بنسبة 100% غير لما بنعمل حاجة اسمها ايه 2 ويكس تيستنج. في تغذية الرياضيين عندنا في ميثود كده كان عاملها دكتور اللي عامل كتاب النيوتريشن بيراميد. بيقول لك ان انت عشان تتست التوتال ديلي كالوري اكسبندتشر بتاعتك لازم تمشي على الكالوريز اللي طلعت لك دي لمده اسبوعين وتبتدي ان انت تتابع الايه الميزان بتاعك، وتشوف بقى الطلوع والنزول في كده. لو لقيت ان انت على مدار الاسبوعين وزنك ثابت اعرف ان فعلا هي دي ايه اللي بتثبت وزنك. طيب ايه الحاجات اللي احنا بنحتاجها عشان نعرف معادله كاتش ماكريدل دي؟ وزنك، طولك، نوعك، سنك، نسبه دهونك كام، معدل النشاط اليومي كام، سواء بتتمرن او لا. هندوس على اللينك ده، هنقول له allow اهو. احنا هنا هنمشي بالايه بالكيس العملي. الكيس العملي بتاعتنا ان هي ايه فيميل، يبقى هنا الجنس امرأة، السن قلنا كام 34، الوزن قلنا كام 67، الطول بتاعها 165. هنا هتلاقي حاطط لك المعادلات. طبعا كاتش لما بتدوس كاتش ماكريدل هنا بيجيب لك نسبة الدهون كام. هو بقى بيعمل ايه هنا، بيروح واخد بيحسب لك الفات فري ماس بتاعها كام وبيضربه في معدل النشاط. نسبة الدهون عندها 27.9. ليتس سي مثلا هي عشان بنت، فليتس سي ان هي ممكن طبعا البنات بتبقى عندها يعني حاجات كتير وكده، بيبقى صعب ان هي تنزل من البيت كتير وكده. فخلينا نقول ان هي هتتمرن مثلا 3 مرات في الاسبوع، هنقول له ايه او قول 4 مثلا. هنا بقى ايه كل ما النشاط بتاعك زاد كل ما انت بتختار حاجة توافق النشاط ده، كل ما اقل كل ما بتختار ايه الحاجة الأقل. هنا في من أول لا تمرين 3 مرات، 4 مرات، 5 مرات، 6 مرات. من هنا بقى بيبتدي إن هو يعمل شدة عالية. هنا مثلا يقول لك 5 مرات أسبوعين بشدة عالية. أغلب الكلاينتس اللي بتتابع معايا بحسب لهم على 5 مرات أو إيه أو 5 مرات شدة عالية، لأن التمرينة بتاعتي بتبقى إلى حد ما بتطول شوية في الأول. فخلينا نقول مثلا إن هي إيه هتتمرن 4 مرات في الأسبوع. هندوس احسب الاحتياج. يبقى هنا البي ام ار بتاعها اللي هو السعرات اللي جسمها يحرقها لو ما اتحركتش خالص 1413. الاحتياج اليومي بتاعها من السعرات كام 2006. ده كده اللي المفروض يثبت وزنها. لو هي خدت كل يوم 2006 وزنها هيفضل 67. دخلنا كل البيانات ودخلنا مستوى النشاط. الحالة اللي معانا نسبة دهون 28%، يعني احنا محتاجين نقللها عشان توصل ايه. فزي ما هو قال لنا كده هنا محتاجة تنزل 4 كيلو و600 جرام. يبقى احنا محتاجين نعمل ايه، محتاجين نعمل عجز في السعرات. هتلاقيني برضو شارح لك الموضوع ده تحت. هنا بقول لك خسارة الوزن والدهون والتنشيف. تمام. لو عايز تخسر وزن ودهون هتقلل من اجمالي السعرات من 300 ل 1000
هتحتاج تخسر كام كيلو. كل ما الكيلوهات بتاعتك زادت وكل ما التارجت بتاعك زاد وكل ما خد وقت اطول، كل ما عرفنا ان احنا نعمل عجز السعرات اكبر. والعكس، الناس اللي بتبقى مثلا سمنه من الدرجه الثالثه او موربيد اوبيزيتي وكده، ساعات ممكن ساعات بنحتاج ان احنا نعمل لها عجز بيوصل لحد 1200، وساعات ممكن اكتر من 1200. زيادة الوزن والعضلات، لو عايز تزيد في الوزن وتعمل ضخامة وكتلة عضلية هتزود عن السعرات الحرارية من 200 ل 500 على حسب برضو نسبة دهونك ودرجة نشافتك. كل ما كنت ناشف أكتر، كل ما معدل زيادة السعرات اللي هتعملها هيبقى أعلى، بس في أقصى الحالات ما تعديش 500 سعر حراري. أنا في شغلي بزود 200 كالوري للشخص اللي عنده قابلية يزيد دهون وهو بيضخم. لو حد في المتوسط ممكن أزود له 300، لو حد ناشف جدا ومحتاج يزيد كتير بزود له 500 عادي وأنا مطمن. في حالة تثبيت الوزن طبعا احنا بناخد هنا بنمشي العميل على نفس السعرات الحرارية اللي بيحرقها بالظبط بناء على معادلة كاتش ماكريدل. في حالة ان هو عايز يزيد عضلات ويخسر دهون، دايت ايام التمرين بيكون سعرات اعلى من احتياجه ب 50 ل 100 كالوري، وفي ايام الراحة بنزل له 50% من الكارب. دي حاجة كده زي يعني دي الطريقة دي اسمها زجزاج ابروش، حاجة مقاربة كده للكارب سايكلينج، بتنفع. بس في الاول وفي الاخر بتبقى كأنك بترقص على السلم. يعني موضوع البادي ريكومبوزيشن بيبقى صعب ان انت تحقق المعادله ان انت تزيد دهون ان انت تزيد عضلات وتخس دهون في نفس الوقت، بيبقى صعب. فالافضل ان انت تنزل الدهون اللي انت عايز تنزلها خالص وتنشف، بعد كده تبتدي ان انت تزيد عضلات عشان تشوف نتيجه مرضيه. هنا هتلاقيني بشرح لك ازاي وزننا بيقل ويزيد او يثبت. جسم الانسان من ناحيه الوزن ممكن يتعرض لثلاث حالات: بتاخد سعرات حراريه اقل من احتياجه فوزنه بيقل، بياخد نفس كمية السعرات اللي بيحرقها يوميا فوزنه بيثبت، باخد سعرات حرارية أعلى من احتياجه اليومي فوزنه بيزيد. كل 7700 سعر حراري داخلين جسمك زيادة عن احتياجه هينتج عنهم زيادة في الدهون بنسبة 1 كيلو. كل 770 سعر حراري الجسم بيحرقهم من خلال عجز السعرات ونشاط بدني، الجسم هيخسر قصادهم 1 كيلو جرام دهون. يبقى الحالة اللي معانا اللي وزنها 67 كيلو لو استهلكت سعرات أقل من 2006 هيقل، استهلكت نفس ال 2006 هيثبت، استهلكت أعلى من ال 2006 هيزيد. هنا بقول إن الحالة محتاجة تخسر دهون، فهنمشيه على سعرات أقل. بس في حاجة قبل ما أشرح لك إزاي بنحسب البروتين والكرب والدهون، في معلومة لازم تبقى عارفها: إن كل جرام بروتين، كل جرام من البروتين فيهم 4 سعر حراري، كل جرام كارب فيهم 4 سعر حراري، كل جرام دهون فيهم 9 سعر حراري. طب احنا هنا عشان نحسب الكلاينت بتاعتنا المفروض تنزل قد ايه، هقول لك دلوقتي انا هعمل يعني هقول لك دلوقتي الفاكتورز اللي انا خدتها عشان نبتدي ان احنا نعمل عجز السعرات الحرارية دي. مبدئيا كده انا هعمل لها 500 سعر حراري عجز. ليه؟ اولا هي اصلا التوتال سعرات اللي بتحرقها مش كتير، يعني 2000 كالوري يعتبر مش كتير، يعتبر نورمال، مش رقم كبير. ثانيا هي وزنها مش اوفر قوي، وزنها 67 كيلو. ثالثا هي هتتمرن 4 مرات بس في الاسبوع، تمام؟ فاربع مرات بالنسبه للبنت يعتبر حلوين مش وحشين. طبعا ليتس سن 34 ممكن تبقى متجوزه او مخلفه او عندها التزامات، بتنزل السوق، بتروح الشغل الى اخره، فمش هينفع ان احنا نعمل عجز اكتر من 500، لان انا بنسبه كبيره جدا لو عملت لها اكتر من 500 كالوري عجز في السعرات هيبتدي ان ده يأثر عليها بقى في يبتدي يأثر عليها في المود، في الطاقة، في الإنتاجية، في النوم بتاعها. ممكن مشاكل بقى بتاعت اللي هو الانكزايتي وتساقط الشعر والكلام ده كله. فأنا هنقول كده الكالكوليت أنا أهو 2006، هنقول 2006 ناقص 500 يبقى 1500. احنا هنمشيها على 1500 كام. احنا كده عرفنا هي هتمشي على كام كالوري. حساب نسبة البروتين. نسبة البروتين حسابها بيختلف من شخص للتاني وليها كذا عامل، بس العامل الأساسي هو السن والنوع والمجهود البدني المبذول. لو شخص مثلا مش بيتمرن تماما ولا بيبذل أي مجهود بيحتاج من 58 من 10 ل 75 لكل كيلو من وزن جسمه بروتين.
لو شخص بيعمل رياضة خفيفة زي مشي أو جاجلينج أو كارديو بسيط يوميا بيحتاج من 1 ل1.2 جرام بروتين لكل كيلو. لو شخص رياضي بيروح الجيم بيحتاج من 1.6 ل2 جرام بروتين لكل كيلو من وزن جسمه. كبداية هنضرب الوزن بالكيلو في 1.6 والنتيجة هتكون احتياج من بروتين. احنا كده هنقول 67 في 1.6 هيدينا 107 جرام بروتين، يبقى احنا هندخلها 107 جرام بروتين. تاني حاجة حساب نسبة الدهون. جسمك بيحتاج يدخل له نسبة دهون صحية من 20 ل 35%، يعني 35 ده الماكسيموم واحنا هناخد المتوسط، يعني هنحسب على 25%. فكده هنضرب إجمالي السعرات الحرارية اللي هي 2000 في 25%، هتبقى 2000 في 25% 500 كالوري. النتيجة هتساوي 500 سعر حراري، عشان نحوله من الجرام هنقسم على 9 هتبقى 55 جرام. اشرحها لك هنا سريعا. احنا قلنا ان هي هتاخد مثلا المتوسط 25% دهون، 25% دي ممكن تزيد ممكن تبقى 30 ممكن تبقى ماكسيموم 35. فهنقول ان هي ال 2000. طبعا انت مش هتحسب على ال 2000 بقى هنا، انت هتحسب على الايه؟ على ال 1500 اللي هي هتدخلهم، او اللي انت هتدخلهم وانت بتبلان الموضوع لنفسك. 1500 في 25% هيدينا كام؟ 375. ال 375 دول 375 سعر حراري، هنحتاج ان احنا نقسمهم على 9. 375 على 9 هيساوي كام؟ 41 جرام. يبقى هي هتاخد 107 جرام بروتين، 41 جرام ايه؟ دهون. الكارب، عشان نحسب الكارب هنحتاج اننا نجمع سعرات البروتين زائد الدهون ونطرحها من اجمالي السعرات. بس عشان نجيب اجمالي البروتين بسعرات هنحوله من جرام لسعرات، فهنضرب في 4. يبقى احنا كده هنقول ال 107 جرام بروتين هنضربهم في 4. احنا كده فككنا البروتين من جرام لسعرات، هيدينا كام؟ 428. يبقى 428 زائد 375 803 ناقص 1500 هيدينا كام؟ هيدينا 697. هنقسم 697 على 4 هيدينا 174 جرام بروتين. يبقى هو كارب، اسف. يبقى السعرات اللي اتبقت كده هتبقى 174 جرام كارب. طبعا الحاجات دي واحنا بنبتدي نوزع الاكل والكلام ده ما بتبقاش ايه، مش شرط ان هي تطلع 100% بالظبط مظبوطة. عادي لو في اختلاف جرام 2 جرام في البروتين او في الدهون او في الكارب ما بيبقاش فيه مشكلة، لان انت اصلا العادي بتاعك ان انت بتبقى مثلا ايه، الشخص الطبيعي العادي المصري العادي ممكن يكون بياكل عيش كتير، ممكن يكون بيستهلك سكر كتير، ممكن يكون بيشرب مشروبات غازية كتير، ممكن يكون بيعمل عادات يعني عادات غذائية وحشة كتير جدا. فمجرد ان هو ما بيمسك دايت اصلا جسمه بيبتدي ان هو يستجيب بسرعة. كده الارقام القديمة اللي هي على الكيس اللي موجودة 2000 كالوري 130 كذا كذا كذا. طب الكيس بتاعتنا احنا 1500 كالوري 107 بروتين و174 جرام كارب و41 جرام دهون. هنا تقسيم السعرات الحرارية لعدد وجبات معين. بعد ما حسبنا كل حاجة فاضل دلوقتي اننا نقسم المغذيات الكبرى دي على عدد الوجبات يكون مناسب بالنسبة لطبيعة حياتنا وشغلنا ودراستنا والحاجة اللي هنعرف نلتزم بيها إلى آخره. يعني لو هتعرف تلتزم يوميا بثلاث وجبات بس، قسم الكالوريز على ثلاث وجبات، هتبقى 1000، هتبقى ال 1500 دي هنخليها 500 500 500. لو هتعرف تلتزم بثلاث وجبات وتو سناكس قسمهم على 3 و2 سناكس، يبقى احنا ممكن نخليها مثلا 400 400 400. والكالوريز اللي بقى تبقى مثلا 400 400 400 كام؟ 1200. يبقى 300، يبقى سناك 150 سناك 150. لو هتعرف تلتزم بأربعة قسم على أربعة، يبقى احنا ال 1500 دي هنقسمهم على أربعة وهكذا. لو هتعرف تقسمهم على خمسة طبعا 1500 كالوري على 5 وجبات مش ايه، هتبقى صعب طبعا الكلام ده. هنا هتلاقيني بقول لك مفيش عدد وجبات معين يعمل لك نتيجة جبارة، بس كل ما قسمنا وجباتنا كل ما الهضم كان أسهل وحجم معدتك بقى أصغر، وكل ما كنت على طول حاسس إنك شبعان ونفسك مش رايح للأكل التاني اللي مش معانا في الدايت. فتقسيم الوجبات مهم ليه؟ مهم ان هو بيمنع الكريفنج. انت بتبقى عامل باترن، نمط حياة معين ليومك. انت عارف ان انت مثلا اول ما تصحى بساعتين
الفطار بتاعك، عارف ان انت في البريك بتاعك في الشغل الساعة واحدة بتاخد السناك بتاعك، عارف ان انت الساعة 4 او 5 بتاخد وجبة خفيفة قبل التمرين، عارف ان انت الساعة 8 بالليل بتاخد وجبة بعد التمرين، عارف ان انت الساعة 11 بالليل بتاخد العشاء بتاعك. فبالتالي انت مش مدي اي فرصة ان انت يحصل لك شوجر كريفنج او كريفنج او الكلام ده كله او جو. طبعا خطوة انك تقسم الوجبات الغذائية دي على وجبات هشرحها، بس نشرح الاول ايه ممكن ندخله في النظام الغذائي. تحديد مواعيد معينة دي انا لسه شارحها لكم. تاني بقول الوجبة الأولى مثلا 8:30 12 الظهر. طبعا 8:30 الوجبة الأولى دي مش كل الناس بتعرف تلتزم بيها، دي الناس اللي بتصحى 5 الفجر أو 6 الفجر. 12 الظهر دي كلنا ممكن نلتزم بيها عادي، 4 العصر ممكن كلنا نلتزم بيها عادي، من 8 ل 9 برضو. دي كلها أمثلة، مش حاجة إيه، مش قانون أنت لازم تمشي عليه يعني. اختيار أصناف الأكل الصحي في الدايت. الدايت والأكل الصحي معروف عند كل الناس، والأصناف اللي ممكن ندخلها يعتبر كلنا عارفينها، ودي أمثلة حاجات ممكن ندخلها في الدايت وهقسمها لك لثلاث مجموعات. مجموعة البروتين، والمجموعة البروتين دي بتنقسم لحاجتين: بروتين حيواني ومشتقاته، وبروتين نباتي. البروتين الحيواني زي صدور الفراخ، اللحم الأحمر قبل قليل الدهن، الأسماك الكبد والجمبري، لكن لا مش بنعتمد عليه بشكل يومي لأن هنا فيها نسبة فيتامين اي عالي. والجمبري طبعا لأن هو دلوقتي بقى في متناول الايه ال- المواطن الاسكامر، فمش بنعتمد عليهم بشكل يومي. الأرانب برضو، السمان، الحمام، البيض المسلوق، الجبنة القريش، الجبنة الملح الخفيف، اللبن الزبادي. المصادر النباتي زي الفول، الحمص، العدس، الترمس، الفاصوليا الحمراء، المشروم. هنا الكربوهيدرات ممكن الرز البني أو الأبيض، الكينوا، مكرونة الشوفان، عيش التوست البني، العيش البلدي بالردة، الفواكه، الخضروات. ولازم هنا هتلاقيني بقول لك ملحوظة إن لازم يكون 50% من الكرب داخل من الألياف عشان مستوى السكر في الدم يفضل مظبوط، وعشان العميل يفضل حاسس بالشبع وما يحصلوش أي مشاكل ليها علاقة بالقولون أو الهضم. طبعا أنت هتلاقيني بذكر كلمة العميل كتير لأن أنا أصلا الكتاب ده أو الكورس ده عموما أنا أصلا عامله للفيتنس بروفيشنالز، يعني الناس اللي هم الدكاترة والمدربين وكده بيجوا ياخدوا معايا الورك شوب دي، بيجوا يحضروها وكده، فهتلاقيني دايما كلامي موجه ليهم كفيتنس بروفيشنالز. طبعا مع التغير اللي حصل في الميديا دلوقتي، مع انتشار صناع المحتوى، بقى في ناس كتير جدا بتطلع تقدم محتوى وبتاع، وابتدى ان ايه، ان الحاجات دي كلها ما بقتش هي المشكلة. يعني ما بقاش الشخص الطبيعي اللي نفسه يعمل فورمة او كده، ما بقاش مشكلته ان هو قلة المعلومات قد ما بقت مشكلته التنفيذ نفسه. يعني الموضوع ما بقاش في اللاك اوف انفورميشن، لا، الموضوع بقى في ضبط جدول العميل وضبط يومه، وازاي ان انت تعلمه ان الحاجه دي اولويه بالنسبه له، وازاي ان انت دايما بقى هدفك هنا كفتنس بروفيشنال او كدكتور تغذيه ان انت ازاي ان انت تخليه يعرف يلتزم ويكمل. الدهون الصحيه هنا هتلاقي بقى زيوت طبيعيه زي زيت الكتان، زيت الزيتون، مكسرات مشكله سوداني، زبده فول سوداني، صفار البيض، الافوكادو، الشوكولاته الدارك، زبده طبيعيه لكن بكميه محدوده جدا. هنا الفيتامينات والمعادن والمغذيات الصغرى. اي دايت بتصممه لازم يكون داخل فيه 6 او 7 الوان مختلفه من الخضروات ومن الفاكهه، والسلطه لازم يكون في حدود 400 جرام متقسمين من الخضروات والفاكهه. يعني انت وانت بتبلان الدايت بتاعك لازم يبقى داخل فيه من 6 ل7 الوان. 6 ل7 الوان دول مش داخلين من الخضار بس ومن الفاكهه بس، لا، داخلين من كله. انت ممكن مثلا تدخل في السلطه مثلا طماطم وجزر وخيار وبقدونس وكابوتشا مثلا، ادي كده 5. ممكن تدخل مثلا عنب وموز، كده انت عندك 7 الوان. ال7 الوان دول بيضمنوا لك باذن الله ان انت تدخل نسبة، يعني بنسبة 90% من الايه، من المايكرو نيوترينتس اللي جسمك محتاجها. الماكرو نيوترينتس دي هي المغذيات الصغرى اللي بيبقى داخل فيها الفيتامينز والمينرالز. زي ايه هي بقى امثلة الفيتامينز والمينرالز؟ فيتامين A وبي ودي وإي وكي، وطبعا بي بكل مشتقاته زي فيتامين اي وفيتامين اي وهكذا. المينرالز زي الكبر والمغنيسيوم وزي الزنك والسيلينيوم والكلام ده كله. فلو انت عامل ميكس كويس في السلطة، داخل فيه اكتر في السلطة والفاكهة داخل فيه من 6 7 الوان، انت باذن الله ضامن بنسبة كبيرة جدا ان انت مدخل لجسمك كل الفيتامينات والمعادن اللي هو محتاجها.
تلاقي انا حاطط لك برضو ايه، امثله: خيار، طماطم، فلفل اخضر، جزر، ليمون، جرجير، خس، كابوتش. طبعا احنا هنا عشان ندخل فيتامين سي كويس بنركز قوي على الايه، الفلفل الاخضر. فالفلفل الاخضر والجوافه فيهم نسبه فيتامين سي اعلى من اللي موجوده في الليمون وفي البرتقال. هنا تلاقيني بقول لك ان انت مش لازم تدخل كل الحاجات دي مع بعض، انت ممكن كل فتره تبتدي ان انت ايه، تميكس وتدخل حاجات جديده. طيب، قبل ما ندخل على موضوع المكملات اللي انت محتاجها، هخش معاك بشكل عملي كده على الويب سايت، نبتدي ان احنا ايه، نبلان الكلام ده بشكل عملي. انت ممكن تعمل النظام الغذائي بتاعك على فات سيكريت، وممكن تعمله على كرونوميترز. ايه الفرق بين الاتنين؟ الفرق ان كرونوميترز ادق في حته الايه، حته الماكرو نيوترينتس والماكرو نيوترينتس. تمام، بس انا بشتغل كله بفات سيكريتس، لان فات سيكريت بالنسبه لي اسهل، وانا اتعودت عليه. يعني انا اكتشفت الاول فات سيكريتس، بعد كده اكتشفت كرونوميتر، فده يعتبر اللي انا بشتغل عليه بقالي فتره طويله. طبعا انا بستخدمه من الموبايل، فهتلاقي برضو ايه، هتلاقي الدنيا تايهه شويه، معلش. تمام، دي كده واجهه الموقع. انت اول ما بتيجي تحمله اول مره، بيطلب منك داتا معينه عشان يعرف الاستيميتد بتاعتك قد ايه. بيطلب منك نوع الوزن، الطول، السن، التارجت بتاعك، بتتمرن كام يوم، وهكذا. هتلاقي هنا مقسم لاربع وجبات: فطار، غدا، عشاء، وسناك. تمام، احنا هنا الجول بتاعنا ان احنا ايه، ان احنا نعمل نظام غذائي 1500 كالوري، فيه 107 جرام بروتين، وفيه 174 جرام كارب، وفيه 41 جرام ايه، دهون. الكلام اللي احنا اتعلمناه في الدبلومه وفي الماجستير وفي المعهد القومي للتغذيه وكده، ان انت المفروض توزع البروتين الاول، بعد كده الدهون، وبعد كده الكارب. بس انا عشان عملت الموضوع ده يعني الاف المرات، عملته مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه والف والفين، فانا عارف ايه. يعني ببقى خلاص حفظت بقى الفطار ممكن يبقى فيه ايه، السناك ممكن يبقى فيه ايه، الغدا ممكن يبقى فيه، العشاء ممكن يبقى فيه ايه. فبوزع الاكل كله مره واحده عادي. هنا في البريكفاست مثلا هتلاقيني بقول لك ايه، كوتاك شيز مثلا، جبنه قريش. برضه انا اتعودت ان انا اشتغل بيه بالانجلش، لان الحسابات اللي بتبقى عليه كله بتبقى تابعه للاف دي اي، يعني الفود كومبوزيشن بتاعه بالانجلش. فانا اتعودت ان انا استخدمه بالانجلش، ولو في حاجه انا مثلا انا هدخلها في الدايت انا مش عارفها بالعربي، بترجمها للانجلش وبقى ايه، بدخلها. هنا الكوتاك تشيز هو تلاقيه هو حاطط لك ريفرنس 100 جرام. تمام، انا حطيت هنا ايه، 100 جرام جبنه قريش. طبعا في ناس كتير ما بتحبش الجبنه قريش، ممكن عادي تدخل ايه، ممكن تدخل كريم شيز او لو فات كريم شيز، وهكذا. نقاد ايتم تاني مثلا الايه، لو احنا هنقاد 2 توست مثلا، هتلاقي برضو الحاجات اللي انا بدخلها بشكل كبير هي ايه، متظبط السعرات بتاعتها. ندخلها كده جبنة القريش ومعاها ايه، 2 توست. طيب لو احنا عايزين نزود الايه، عايزين نزود البروتين شوية في الوجبة دي، ممكن نحط بيض او ممكن نخلي البيض في العشاء. نزود هنا خضار كيوكمبر، هنا هتلاقينا ايه، هتلاقيه هو بص مثبت على 200 جرام. اد 200 جرام. احنا كده حطينا جبنة قريش، طبعا الجبنة قريش دي احنا ممكن ايه، ممكن نضيف عليها توابل، ممكن نضيف عليها فلفل اخضر، فلفل حراق، عادي مفيش مشكله. بس طبعا ما نكترش في الفلفل الحراق عشان بيتعب القولون وكده. طيب، احنا عايزين ندخل فاكهه ندخل، مش عايزين براحتنا برضو، على حسب الايه، على حسب في ناس ساعات بتدخل شاي وتقول لي مثلا عايز اشرب شاي وايه، انا متعود على الشاي بلبن، فبقول له ماشي، فبضحك عليه اول شهر بدخله الشاي بلبن اول شهر وبتاع، ولما يعمل نتيجه كويسه بقول له لا ايه، هنبتدي ان احنا ايه، نقلل الموضوع ده وهكذا. مع ان هو عادي يعني، لو انت عايز تدخل شاي او قهوه او نسكافيه او الكلام ده كله، طالما هو محسوبين من الكالوريز بتاعتك، عادي مفيش مشكله. تي ويز ميلك اند شوجر ممكن نعمل له اد. تمام كده، هتلاقي هنا بيقول لك ان دي بقى الايه، الحسابات كلها. هتلاقي هنا بيقول لك ان الوجبه دي كلها
فيها 303 كالوري، فيها قد ايه بروتين 19، فيها قد ايه كارب، فيها قد ايه فات. لانش هنا انا ما بحبش ان انا احط بعد الفطار غدا على طول، بحب احط السناك هنا وبعد كده الغدا. فاحنا هنا ممكن السناك بتاعنا يبقى ايه؟ ممكن يبقى نقول مثلا جريب، عنب. طبعا بتفرق في الايه، بتختار البورشنز. هنا هتلاقي بيقول لك ايه؟ سيدلس. احنا بنختار جي 4 جرامز. في هنا الكاب، وفي الاوز اللي هو الاوز ده اللي هو 28 جرام، وفي السيرفنج والحاجات دي كلها الحسابات بتاعت امريكا. احنا بنختار في الجرام، وانا هقول له ايه؟ 100 جرام. خلينا 100 جرام عنب. ممكن ندخل معاها مثلا يوجرت، زبادي. هتلاقي هنا كل الحاجات اللي انا ببتدي ان انا بستخدمها كتير اوريدي ايه؟ اوريدي موجوده. لو حاجه مش عايزها تظهر بكتب الكلمه اللي بعدها، يعني هي بتبقى فول فات مثلا. اهو هتلاقي كاتب لي ايه؟ فول فات يوجرت المراعي. اختار المراعي، مش بختار وان سيرفنج بقى، بختار بالجرام. العلبة بتبقى متقسمة لحاجتين، الصغيرة 100 جرام والكبيرة بتبقى 175 ل 180. فأنا بحط الافريج اللي هو 175 جرام وأعمل اد. ممكن معلقة عسل صغيرة، هاني. هتلاقي هنا الهاني فيه الايه؟ فيه التيبل سبون. التيبل سبون دي اللي هي المعلقة الكبيرة. طب احنا عايزين المعلقة الصغيرة، بتبقى تي سبون، بتبقى وزنها 6 جرام. فبحط المعلقة الصغيرة. لو عايزين نزود في السناك هنزود وهكذا. طبعا الحاجة اللي انا بعملها لك دي، انا بوريك ازاي تستخدم بوريك ازاي تستخدم الابلكيشن او الموقع. مش بعمل لك حاجة اللي هي بنسبة 100% لازم ايه، لازم تلتزم بيها. هنيجي هنا في الغداء. الغداء بيتقسم ايه؟ بروتين وكارب ودهون، وسواء بقى سلطة او طبيخ. اول حاجة ايه؟ روستد او ابولد او بيج تشيكن. هنا بص تلاقي بيقول لك سكين نوت ايتن، يعني منزوعة الايه؟ منزوعة الجلد. ايا كان البروتين. لو احنا نيجي نتكلم في البروتين، ممكن ان احنا نمشي صدور او وراك، ممكن نمشيها عادي مرتين او 3 مرات في الاسبوع. لو انت عايز تدخل سمك، يفضل يبقى سمك دهني، ممكن مرتين في الاسبوع، لان السمك الدهني زي الماكريل وكده بيبقى فيه نسبة اوميجا 3 عالية، بيبقى فيه نسبة الاي بي اي والدي اتش اي عالية. لو انت عايز تدخل لحمة، ممكن مرة واحدة في الاسبوع، ماكسيموم مرتين. طب ليه بندخل اللحمة مرة أو ماكسيموم مرتين؟ لكذا سبب. السبب الأولاني سبب اقتصادي طبعا، إن هي سعرها بقى متخلف. السبب التاني إن هي فيها سعرات كتير. السبب التالت إن هي فيها نسبة دهون مشبعة كتير. فأنت مثلا جبت نص كيلو لحمة، جبت ربع كيلو لحمة، عايز تعمله على مرتين اعمله على مرتين. عايز تعمله أيا كانت الطريقة، عايز تعمله بنص معلقة زيت صغير، بمعلقة زيت صغيرة، ماشي. عايز تعمله في الفرن من غير زيت خالص، ماشي. عايز تعملها مسلوق من غير زيت خالص، ماشي. الطريقة اللي تريحك، أهم حاجة إن هي تبقى طريقة صحية. تمام. احنا هندخل هنا 200 جرام، وممكن ال 200 جرام دي نقللها عادي. ما بحطش للكلاينت أكتر من 200 جرام إيه؟ صدور. لأن في ناس، طبعا الناس اللي مش دارسة بتبتدي إنها تحط لك 300 جرام صدور، 150 و150، تحط لك الدايت كله عبارة عن صدور فراخ. طبعا الحاجات دي مش براكتيكال، مش عملية. وانت لو عرفت تلتزم بيها اسبوع 2 3، هتبص هتلاقي نفسك فلست ومعرفتش تكمل. فاحنا في الحاجات اللي بتبقى مهمة من الدايت، ان هو يبقى دايت واقعي. ممكن نقول 150، ولو حبينا ان احنا في الاخر نزود توتال البروتين نزودها عادي، خليها 150.
بعد كده هنضيف زي مثلا رز ابيض، هتلاقي هنا ايه وايت رايس فات ادد ان كوكينج. بقيت احسب الايه، بقيت احسب ان هو اتضاف عليه مثلا معلقه زيت صغيره او معلقتين زيت في الحله كلها، بحيث ان ايه، بحيث ان انا يعني ادي للكلاينت حاجه اكرت بنسبه كبيره جدا. بدل ما اعمل له انا الرز مثلا يبقى مش يبقى كوكد بس مش محطوط، مش مضاف الفات يجي هو يضيف الفات، نبص نلاقي ان التوتال كالوريز اللي بدخلها اعلى. لا، بقيت ان انا احسبها من الاول. بعد كده ممكن ندخل سلطه مثلا. الاساسي انا السلطه في الدايت عندي بتبقى اساسي، بنقول ميكست فيجيتابلز. السلطه هنا انا بحسبها بيزد على الكالوريز. هديك مثال، لو انا هعمل سلطه هدخل فيها طماطم وخيار وجزر وفلفل وبقدونس وي 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 تمام. طيب الافريج بتاع يعني الخضروات كلها، الافريج بتاع ال 100 جرام منها بيبقى فيه 20 كالوري. فانا بدل ما اقعد يعني، بدل ما انا لو انا هديله طبق 300 جرام، بدل ما اقعد بقى احسب حاجه حاجه، بدل ما احسب 50 جرام كزبره، 50 جرام مش عارف ايه، 50 جرام فلفل، 50 جرام، بدل ما اعمل كده انا بدخل التوتال كالوريز وخلاص. تمام. التوتال كالوريز بتاع طبق 300 جرام بيبقى حوالي 64 كالوري، فبدخل 100 ايه، فبدخل له 100 جرام ميكست فيجيتابلز. هنا مكتوب فروزن، طبعا هي مش فروزن بس هي ايه، انا مش بدخل الايتم، انا بدخل الكالوريز نفسها. طيب بالنسبه للدهون الصحيه بحب ان انا ادخل اوليف اويل، اللي هو ايه زيت الزيتون على السلطه. بيفرق جامد جدا في الهضم وصحي جدا ومفيد. هنا بيبقى فيه حاجتين، ثلاث حاجات. تيبل سبون اللي هي المعلقه الكبيره 15 جرام، ممكن اوبشن الجرام، ممكن اوبشن التي سبون. التي سبون دي المعلقه الصغيره بيبقى فيها 40 كالوري، اللي بيقول لك هنا 40 كالوري. لو حد الدايت بتاعه كبير يعني 2000 او 2500 كالوري، ممكن ان انا اخلي احط له معلقه كبيره على حسب الايه الماكروز بتاعتنا والكلام ده. ممكن نضيف خضار برضو لو انت عايز تضيف خضار. ممكن نضيف عايز بروكلي، عايز سبانخ، عايز اوركا اللي هي بامية، ايا كان. ممكن عايز تدخل سبانخ هنا، ممكن ادخل 100 جرام سبانخ مثلا. برضو يفضل ان هي تبقى مطبوخة بطريقة صحية. لو جينا نبص هنا هتلاقي ان احنا لسه معانا 400 كالوري. هنا هتلاقي الدايت فيه 1132 كالوري، هتلاقي فيه 80 جرام بروتين، هتلاقي فيه 129 جرام كارب، هتلاقي فيه 33 جرام ايه فات. فاحنا قربنا من الايه نهاية التارجت بتاعنا. نيجي في العشاء، ممكن نقول له مثلا ايه. طبعا يعني ايج وايت مش براكتيكال جدا. بيعملها برضو الناس اللي هي الايه السكامرز، يعني اللي هو انا هجيب راح اشتري بيضة 6 جنيه ولا 7 جنيه وهرمي الصفار بتاعها. لا طبعا الصفار فيه دهون صحية مفيدة جدا ومهمة جدا، والصفار مش بيرفع نسبة الكوليسترول في الدم ولا حاجة. ممكن ندخل 2 ايجز مثلا في العشاء. الايجز يعتبر من انقى وانظف مصادر البروتين، ويعتبر فيه كل الأحماض الأمينية اللي جسمك محتاجها، وبيغذي الجسم جدا، وفيه فيتامين دي، وفيه يعني فيه نسبة زنك، وفيه حاجات كتير جدا. وفي نفس الوقت بيديك إحساس فولنس، بيخليك إن أنت بحسك إن أنت شبعان. طول ما أنا بوزع الأكل براقب الكالوريز برضه، عشان الدنيا إيه ما تفتحش مني. هنا في قابلية، إحنا بنتكلم في إيه، في 220 كالوري كمان. ممكن أخليه ياخد بيضة واحدة وأديله فول مثلا وهكذا. ممكن انا احط له عيش بلدي. العيش البلدي هنا بيبقى اسمه ايه، بيبقى اسمه بيتا بريد.
تمام. انا ببقى عايزه ياكل الرغيف الصغير ده، فالرغيف الصغير ده بيبقى وزنه ايه؟ وزنه افريج 70 مثلا. اقول لك برضو معلومة يعني، هقول لك معلومة سريعة بالنسبة للعيش البلدي. الرغيف بتاع التموين ده وزنه 50 جرام، كان 70 بس بقى 50. اللي اكبر منه شوية 70. التاني اللي هو ب 2 جنيه ده وزنه حوالي 90. الجامبو الضخم ده وزنه 135. برضو احنا بايه مش بنمشي بالكلام ده صرف كده، بس احنا ايه بنعمله تيستنج يعني. ممكن ان احنا بنوزن الرغيف مره اتنين تلاته، بعد كده بنبقى عارفين بالظبط احنا بندخل قد ايه. هنيجي نراجع الكالوريز هنا، هنلاقي فاضل لنا ايه 30 كالوري. ولسه برضو التارجت بتاع البروتين ما جابش 107 بالظبط. الدهون ظبطناه عادي، الدهون 44 اهو يعتبر ظبطناه. الكارب يعتبر مظبوط برضو، فاضل البروتين محتاج يعلى شويه. حاجه من الاتنين، يا اما هنزود دي كده ال 150 هنخليها 170. نعمل باك. هنعملها 170 وبعد كده ندوس سيف. طبعا التعامل باللابتوب مش ألطف حاجة يعني، التعامل بالموبايل أسهل بكتير. كده رفعنا. تمام. كده البروجرام ده بقى فيه 103 بروتين، بقى فيه 100 و 169 كارب، وبقى فيه فاتس كام 46. وفيه كام كالوري؟ فيه 1509 كالوري. ده كده يعتبر perfectly fit for her. ممكن نعمل بقى إضافة مع البيض والعيش ده، ممكن نعمل إضافة بسيطة. ممكن إن إحنا بدل ما ندخلها بيضتين ندخلها بيضة واحدة، وندخلها معاها فول أو جبنة أو حاجة تانية. ممكن إن إحنا نزود 50 كالوري كمان. أو ممكن نزود لها 50 كالوري كمان عادي. وندخلها فاكهة زي إيه، كانتالوب جميل. بس بدل ال 250 دي نخليها 150. ال 150 دول هيبقوا حوالي 50 كالوري تقريبا. أهو 60 كام 51 كالوري بالظبط. زي الفل. زي الفل. كده معانا دايت 1560 كالوري. دايت بالانسد. دايت مش تجويع، فيه كل الحاجات اللي انت محتاجها. فيه كل العناصر الغذائية، بروتين وكارب وفات ودهون صحية. داخل فيه آه داخل فيه برضو أجبان وكده، سواء كان الجبنة القريش أو الزبادي أو اللبن مع الشاي. داخل فيه كل حاجة اللي جسمك محتاجها. لو انت دلوقتي خدت البروجرام ده كامل كده بالكميات بكل حاجة، ودخلت هنا فتحت كرونوميتر. لو انت دخلت سجلت في كرونوميتر، طبعا انا مسجل بس انا مش عامل ساين ان. لو دخلت في كرونوميتر حطيت الاكل ده بالظبط وحطيت الداتا بتاعتك، هيقول لك ان انت مدخل اكتر من 95% من الاحتياجات اللي جسمك محتاجها، من الايه، من الفيتامينز والمعادن الى اخره. ندخل على اللي بعده. هنا في المكملات الغذائيه ممكن تحتاجها لو بتخسر وزن ودهون. هتلاقي بيقول لك ان انت المفروض لو ده بتاعك لو اكتر من 1800 كالوري، وبتاكل خضار وفاكهه وبروتين حيواني ونباتي كويس، ما تحتاجش تستخدم اي مكمل خالص. لو ده بتاعك اقل من 1800 او اقل، ساعتها ممكن تلجأ انك تستخدم مكمل غذائي مالتي فيتامين. بس في حاجه مهمه لازم تبقى عارفها، ان ما ينفعش لا دكتور تغذيه ولا اخصائي تغذيه ولا مدرب ولا اي حد غير طبيب بشري بس هو اللي يوصف لك علاج او مكمل غذائي. فلازم لو هتستخدم مكمل غذائي يكون قرارك بنسبة 100%. مفيش اي حد يكون له تأثير عليك او ايا كان المكمل اللي تستخدمه، لازم تبقى عارف كل فوائده وكل اضراره وموانع استعماله واعراضه الجانبية. اغلب المكملات الغذائية لو هنتكلم عن المالتي فيتامين هيبقى فيه موانع معينة للاستخدام، زي انك لا قدر الله بتكون بتعاني من مشاكل صحية سواء سكر او ضغط او قلب او مشاكل في الكبد او الكلى او حامل او عندك اي مشاكل صحية، لازم تستشير دكتور بشري قبل ايه استخدام اي مكمل. لازم تكون بتشرب كمية سوائل كويس. معنى ايه الكلام ده؟ معنى الكلام ده انا عمرو صلاح، تمام، انا دكتور تغذية، اخصائي تغذية، معايا ماجستير دبلومة دكتوراه في التغذية. برضو ما يحقش ليا ان انا اوصف لك اي
ما يحقش ليا ان انا اعمل لك حاجه اسمها بريسكريبشن يعني وصف. ولا ينفع اقول لك خد الدواء الفلاني، ولا ينفع اقول لك خد المكمل الفلاني، ولا ينفع اقول لك وقف الدواء الفلاني، ولا ينفع اقول لك وقف المكمل الفلاني. الكلام بتاعنا ما ينفعش يمشي او ما ينفعش يتضارب مع كلام دكتور ايه، الدكتور البشري اللي هو بيبقى في الاغلب دكتور بطن. لازم هو دي الحته دي في السكوب اوف براكتس بتاعه هو، لازم هو اللي يقول لك خد الدواء الفلاني وقف الدواء الفلاني، خد المكمل الفلاني وقف المكمل الفلاني. هو بيوصف لك المكمل بصيغه بريسكريبشن، بصيغه وصف. انا بقول لك على المكمل بصيغه ريكومنديشن، اقتراح. بقول لك والله المكمل الغذائي اهو اللي انت ممكن تستخدمه. طبعا اي حد عنده مشاكل صحيه برضه ما بوصفلوش اي حاجه. بقول لك المكمل الغذائي اهو، ممكن تستخدمه. فيل فري ان انت تخش تجوجل عنه تشوف الفوائد بتاعته او اضراره والكلام ده كله. طبعا لو في اي مكمل ليه اضرار اصلا، انا استحاله ان انا اوصفه لاي كلاينت معايا. فسريعا اغلب المكملات الغذائيه اللي ممكن تستخدمها وانت بتخسر دهون، ممكن رقم واحد بيبقى مالتي فيتامين، ممكن رقم اتنين بيبقى فيتامين سي لو انت ما بتاكلش فلفل اخضر وكده. ممكن رقم تلاتة يبقى الزنك. وممكن الحاجات التانية بقى اللي هي زي مثلا الواي بروتين، زي الكرياتين، زي السترولين والكلام ده. بس الحاجات دي في الاول انت مش بتحتاج الكلام ده كله، انت محتاج تحقق التارجت بتاعك. بعد كده تبتدي تفكر بقى في الكرياتين وفي البروتين وفي الكلام ده كله. واكتر ناس للاسف مضحوك عليهم جدا وبيتغفلوا في موضوع المكملات هم البنات. يعني بيتروج لهم جدا الواي بروتين، وهم اصلا احتياج جسمهم من البروتين بيبقى قليل جدا. بيبقى سهل جدا جدا انت تدخله من الاكل. هنا تخطيط بقى العمل تمارين رياضية سواء كان مشي أو جري أو في البيت، هتلاقيني بقولك إن هنا عشان تحقق أفضل نتيجة لازم تدخل الرياضة معاك في رحلتك في الدايت. سواء أنت عاوز تخس وزن أو تزيد في الوزن، الرياضة هتكون عامل مهم جدا للوصول لك لهدفك. التغذية بتلعب دور كبير جدا، لكن الرياضة برضو لا تقل أهمية عنها. فلو هتخس في الوزن، أي رياضة هتساعدك تعلي الحرق بتاعك وتحسن من الدورة الدموية وتخلي عضلاتك نشطة وقوية ما يحصلكش ترهل. وبتضخم، هتضطر برضو إنك تتمرن تمارين مقاومة عشان تبني كتلة عضلية. هنا هتلاقيني بشرح لك أهو كل الحاجات بتاعت فات سيكريتس. هنا هتلاقيني بقولك التوقعات بتاعت معدل خسارة الوزن والزيادة. بقولك هنا إن كل متدرب بيبقى ليه بيانات مختلفة وجسم مختلف ونمط حياة مختلف وهدف مختلف عن التاني. ممكن متدرب يوصل لهدفه في 4 أسابيع، ممكن 8 10 12 16 وهكذا، بناء على النوع، السن، الوزن، الطول، نمط الحياة، هل بيتحرك كتير ولا لأ، بيعمل مجهود ولا لأ، تاريخه مع الرياضة، هل بيمارس رياضة زمان ولا لأ، هل حاليا بيمارس رياضة زي الكورة والسباحة إلخ، نوع الجسم وطبيعة الجسم والجينات. لو أنت ولد أو بنت والتزمت بالدايت والتمرين والنوم وكمية مياه كافية بنسبة 100%، لو ولد هتخسر من 3 ل 5 كيلو دهون شهريا دهون صافية. لو بنت هتخسر من 2 ل 4 كيلو دهون شهريا دهون صافية. ممكن تفتكر أو تفتكري إن ال4 أو 5 كيلو دهون دول قليلين، لكن صدقني في الشكل بتفرق جامد جدا، بتخليك شخص تاني مختلف. هنا هتلاقيني شارح لك الزيادة العضلية الصافية للذكور وللإناث لو التزمت بنسبة 100%، السنة الأولى، السنة التانية، التالتة، الرابعة. طبعا أنا بشرح الحاجات دي كلها باختصار لأن أنا كده كده هديك الملف ده، فأنت ممكن تقراه براحتك. هنا في حتة إن أنت إزاي تتابع التقدم بتاعك بطريقة عملية وصحية. في كذا طريقة تحدد بيها تقدمك وتعرف هل أنت ماشي صح ولا لأ. الطريقة دي مش مجرد قياس الوزن بس، ممكن تعمل دايت وتتمرن كويس جدا وتخسر دهون وتزيد في العضلات، ولما تيجي تقف على الميزان تلاقي وزنك ثابت مع ان مكونات جسمك نفسها اتغيرت. فاحنا اللي يهمنا ان وزن الدهون هو اللي يقل، مش وزن الجسم وخلاص. ودي الطرق اللي لو عملتها هتعرف اذا كنت ماشي صح ولا لا. اول حاجة واهم حاجة انك تصور نفسك قدام المراية بنفس الوضعية في نفس المكان كل 14 يوم. هتقدر تعرف الاختلاف اللي بيحصل لان الصور مش بتكتب. لو انت في رحلتك لخسارة الوزن، لو انت ماشي صح في تقدمك هتلاقي مناطق في جسمك محيط بتاعها بيقل، وانت بتسجل النسب دي وبتكتبها كل يوم كل 14 يوم. محيط الرقبة والبطن والحوض هتلاقي وممكن محيط الصدر هتلاقي ان القياسات دي بالذات لو انت ماشي صح بتبتدي ان هي بتقل.
وطبيعة مقاسات اللبس، كل ما هتخسر وزن ومقاسات الجسم هتختلف، كل ما هتحس باختلاف وانت بتقيس لبسك، وهتلاقي البنطلون بيوسع او بتستخدم حزام هتلاقيه ايه درجاته بتقفل اكتر. هنا هتلاقيني حاطط لك شرط، الشرط ده متقسم لست شهور، في كل الايه في كل الخانات اللي انت ممكن تسجلها. يعني الاسبوع الاول هنا هتلاقي هنا وزنك كام، قياس الشيست كام، قياس الريست كام، الايد اليمين الايد الشمال، الرجل والحوض. هتلاقي الجدول ده متقسم 24 اسبوع. الحاجة التالتة ان انت تسجل اسماء التمارين اللي هتعملها وبتتابع تقدمك فيها كل فترة، سواء هتقدر ممكن تعملها كل اسبوعين، ممكن يعني انت بتسجل هنا، بتعمل حاجه اسمها بروجريسيف اوفرلود شارت، بتبتدي ان انت تسجل التمارين اللي انت بتعملها وبتبتدي تسجل تقدمك فيها. لو انت كل اسبوعين لقيت ان انت بتتطور وادائك بيتحسن وتعمل تمارين بشكل اسهل، فده معناه هنا ان انت معناه ان انت ماشي صح. طبعا هنا انك تستخدم ميزان البيت عشان تتابع وزنك، وتكون استخدمت الحمام قبل ما توزن، ويفضل يبقى الصبح اول ما تصحى من النوم عشان تكون معدتك فاضيه، ويفضل انك تكون لابس لبس خفيف جدا. ده كده كل الحاجات اللي انت محتاجها عشان تبدا. لو حاسس ان الامر معقد وصعب وما عندكش وقت تصمم برنامج غذائي لنفسك، وحابب تتابع مع حد متخصص ودارس يوفر عليك وقت ومجهود ويكون معاك خطوه بخطوه ويشجعك انك توصل التارجت بتاعك من غير ما تجرب حاجات كتير، ممكن تبعت لي رساله على الواتساب. ده رقم الواتساب بتاعي، تسال عن تفاصيل المتابعه الاونلاين. وكل الناس اللي معاك الكتاب ده، سواء انت معاك الكتاب او سواء انت حضرت الورك شوب دي للاخر وسمعتني للاخر، هيبقى ليا خصم خاص 40% على الباقه البيزك والستاندرد. بعت لي رسالة فيها كلمة تفاصيل برنامج 90 يوم، وابعت لك الثلاث باكجات المتاحة بكل التفاصيل، وهتستفيد بخصم 40% لأنك قريت الكتاب للآخر وعندك استعداد إنك، طبعا مش قريت الكتاب بس، إنك قريت الكتاب وإنك سمعت الورك شوب دي للآخر، وعندك استعداد تستثمر في نفسك وصحتك وهدفك بقى أولوية. طيب البروجرام بتاعنا بيبقى عبارة عن إيه؟ البروجرام بتاعنا هنا بيبقى عبارة عن فتنس بلان كاملة أنا بصممها لك من الألف للياء. الفتنس بلان دي بتساعدك إن أنت توصل إن شاء الله للتارجت بتاعك ده، سواء كان قليل أو سواء كان كبير. وأنت مجرد إن أنت بتشترك معايا في الباكجات، يعني هي دي الثلاث باكجات المتاحة. هتلاقي هنا في حاجة اسمها البيزك باكج، دي سعرها 1300 جنيه، دي بيبقى داخل فيها برنامج تدريبي كامل مدته 12 أسبوع سواء في البيت أو الجيم، نظام غذائي كامل ومتنوع مدته 12 أسبوع، ترشيحات لأهم المكملات الغذائية اللي ممكن تستخدمها، وفيديو سكرين شير من اللابتوب وبشرح لك فيه البرنامج كله، بيبقى فيديو عام، فيديو سكرين شير زي اللي أنا بصوره لك ده. طيب الباقة الستاندرد الأعلى منها شوية بتبقى تكلفتها 2500 جنيه مصري، بيبقى داخل فيها برنامج تدريبي كامل مدته 12 أسبوع سواء في البيت أو الجيم. طبعا البرنامج التدريبي ده بيبقى مصمم بشكل علمي بنسبة 100% بناء على حالتك وبناء على أهدافك، وبيبقى برنامج واقعي. يعني مش بقولك مثلا اتمرن 5 أيام اتمرن 6 أيام في الجيم، لأ، اللي أنت بتقدر تلتزم بيه بعمله لك. نظام غذائي كامل متغير حسب النتائج مدته 12 أسبوع زي اللي احنا عملناه ده كده، وبيبقى متغير كل فترة بناء على النتيجة بتاعتك. وبتابع معاك 24 ساعة من خلال الواتساب والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات. بيبقى فيه ترشيحات لأهم المكملات الغذائية، بيبقى فيه إن أنا ببعت لك رسالة فولو أب كل 4 أيام أو كل 5 أيام للعملاء عشان أفولو أب معاك. بنعمل هنا إعادة تقييم كاملة للبرنامج كل 30 يوم. وهنا تصوير فيديو سكرين شير من اللابتوب بيشرح البرنامج كامل قبل ما ابعته للعميل فيديو مخصص. يعني انا قبل ما ابعت لك البروجرام ببعت لك سكرين شير، فيديو سكرين شير بشرح لك كل الملفات اللي هبعتها لك. هنا طبعا الباقة البريميوم دي بتبقى فيها بتبقى تكلفتها 4000 جنيه، بيبقى فيها كل البنفيتس دي زائد مكالمات هاتفية. يعني الفون كولز هنا موجودة في البريميوم باكج بس. تمام. لو انت حابب تبدأ، عندك هدف حابب توصل له، لو انت عايز تاخد الاكسبيرينس ان انت تتابع مع حد بروفيشنال يعمل لك نفس البروجرام بالظبط اللي انت ممكن تستفيد بيه لو انت بتتمرن في جيم زي جولز جيم انترناشونال. يعني بدل ما انت تخش تدفع اشتراك كبير جدا في جيم زي انترناشونال زي جولز مثلا، وتدفع لكوتش رقم كبير جدا ممكن يوصل لحد 10000 جنيه في 3 شهور، او تدفع لي مثلا رقم ممكن يوصل ل 1500 جنيه في الشهر عشان تتابع معايا تغذية، انا بوفر لك كل البلان دي في الباقة الستاندرد او البريميوم
بشكل مخفض، زائد ان انا ببقى معاك على طول في المتابعه في الواتساب، ومش مجرد ان انت لما بتروح الجيم فقط. طبعا انا عندي هنا في المتابعه في جولز في الجيم، كان لو اي حد بيشترك معايا كان بيجي يتابع معايا مره كل اسبوعين، كان بيقعد معايا مره كل اسبوعين السيشن 30 دقيقه. انا من ساعه ما حولت الشغل بتاعي اونلاين، انا دلوقتي بقدر ان انا ابقى معاك على طول. لو انت مثلا عندك شيت ميل، عندك خروج، عندك حاجه، بتبتدي ان انت تسالني، برد عليك في نفس اليوم على طول. بترضاش يعني، ما بتستناش ان انت تفضل 12 اسبوعين او 14 يوم عشان اتابعك. تمام. وانس ان انت دفعت الرسوم واشتركت، ببعت لك استماره. الاستماره دي بيبقى فيها اسئله كتير جدا وقياسات بناء على الاجابات بتاعت الاسئله دي. تمام. احنا ممكن هنا ممكن اوريكم برضو ايه اسئله الاستماره. دي بيبقى شكل الاستماره، بيبقى فيها الاسم، النوع، السن، الطول، الوزن كام، طبيعه العمل، بتصحى امتى، بتنام امتى، عندك مواعيد وجباتك. هتلاقي فيها كل الاسئله دي. دي طبعا اجابات لا انت معايا، هل انت مدخن ولا لا، بتعاني من مشاكل صحيه ولا لا، الجيم اللي انت بتتمرن فيه او لو هتمرن في البيت بتقولي ان انت في البيت، هل عندك اي اصابات. هتلاقيني هنا بسالك في الاستماره دي كل الاسئله اللي تخليني ان شاء الله ان انا اقدر اعمل لك بروجرام كامل بشكل علمي 100%، يقدر ان شاء الله يوصلك التارجت بتاعك. هنا طبعا للذكور بس الصور. بعد ما بتعمل سبميت للاستمارة دي، انا ببتدي ان انا اشتغل في البروجرام بياخد مني شغل ماكسيمم يومين. تمام. وانا اللي بعمل البروجرام بنفسي، يعني انا ما عنديش ولا خدمة عملاء ولا عندي تيم هو اللي شغال ولا الكلام ده كله. انا اللي بستقبل عدد كلاينتس قليلة ليميتد، بس انا اللي بتعامل بنفسي. وحتى لو عملت سكيل ضخم جدا للبيزنس وبقى عندي مثلا الافات العملاء، ستيل انا اللي هكون ماسك حته التصميم بروجرامز وحته الفولو اب. طيب، اول ملف ببعته لك بيبقى ملف اسمه الرود ماب. هنا هتلاقيني بشرح لك، هتلاقي الملف الرود ماب ده بنسجل فيه، بنعمل دوكيومنتيشن للجيرني بتاعتك. هتلاقي هنا الاسم والنوع والذكر، الطول، وزنك الحالي كام، نسبة دهونك كام، التارجت بتاعنا قد ايه، التارجت بتاعنا ده بترجمه لك لكام كيلو. وهتلاقي هنا فيه زي شارت كده بتتابع ان انت ايه بتطبعه وبتكتب فيه البروجرس بتاعك. الفايل التاني في البروجرام ببعتهولك بيبقى فايل النيوتريشن بلان، بيبقى متصمم بشكل علمي بنسبة 100%. هتلاقي هنا الداتا كوليكشن بتاعتك كلها، وزنك الحالي كام، الفات فري ماس عندك كام، نسبة الدهون كام، نسبة دهون وزن الدهون بالكيلو كام، نسبة الدهون كام، إلى آخره. التارجت بتاعنا قد إيه، البي ام ار. هتلاقي كل الحاجات اللي احنا اشتغلناها طول الورك شوب دي، هتلاقي انا ايه حاططها لك في البروجرام كامل وعاملها لك انا بنفسي. هتلاقي هنا النظام الغذائي بالكالوريز بتاعته بالماكروز بكل حاجة. هتلاقي هنا بدايل، هتلاقي هنا اخطاء انا حاططها لك. الاخطاء دي لو تجنبناها الفترة الجاية ان شاء الله هنعمل اقصى نتيجة. هتلاقيني حاطط لك الخطأ وحل الخطأ، وهتلاقيني حاطط لك السبلمنتس ريكومنديشن والتعليمات بتاعت الدايت، الفتنس ديفينيشنز. تلاقيني برحب بيك وبقول لك كل الفتنس ديفينيشنز والتعريفات بتاعتها والكلام ده كله. وهتلاقيني تحت من اول هنا شارح لك كل الابديتس اللي موجوده في المجال. طبعا في فيديو كامل، الفيديو ده كامل انا منزله فور فري على التيك توك، عادي ممكن تخش تشوفه. تلاقيني هنا بشرح له الفرق بين المدرسه القديمه والمدرسه الجديده في علم التمرين. بعد كده اعمل لك بروجرام التمرين، برضو بروجرام التمرين بيبقى متصمم باذن الله بشكل مفصل وبشكل علمي 100%. تلاقيني حاطط لك الديناميك وورم اب بتاعك والتمارين بتاعتك، ولو دوست على اي لينك للتمرين هتلاقيه بيوديك برضو لايه لينك في اليوتيوب بيشرح لك التمرين ده بيتعمل ازاي. وبرضو انا في الاخر ببتدي ان انا بشرح لك الايه البروجرام ده بنفس الطريقه كده بالظبط زي ما انا بشرح لك دلوقتي الورك شوب.
بروجرام التمرين بيبقى متقسم للايام بتاعتك كلها، ولو انت هتتمرن في البيت بعمل لك تمرين في البيت عادي. وهنا هتلاقيني حاطط لك شرح لكل التمارين والاخطاء والكلام ده كله. وهتلاقيني هنا باعت لك برضو الصورة اللي بشرح فيها الفولو اب. هنا ايه الهدف من الفولو اب. بس كده، لو جاهز تبدأ ابعت لي رسالة دلوقتي، قول لي بروجرام ال90 يوم ان شاء الله هنعمل شغل قوي جدا مع بعض. بوعدك بحاجات، لا الحاجات اللي انا بوعد لك بيها هنا في الباكجز ببقى ملزم ان انا اقدمها لك بالحرف. يعني انا بقدم لك البروجرام، بقدم لك النظام الغذائي، بقدم لك متابعه، بقدم لك الترشيحات، بقدم لك السكرين شير، بقدم لك اعاده التقييم، وبقدم لك الفيديو. تمام. مفيش حاجه من الحاجات دي برجع في كلامي فيها. يعني بعد ما بعمل لك البروجرام مش هتلاقيني مثلا اختفيت شهر ولا حاجه ولا شهرين، مش هتلاقيني مثلا ما بردش عليك في نفس اليوم، مش هتلاقيني مثلا ان انا بستثقل سؤال او حاجه. لا، الكلام ده مش موجود عندي في المتابعه. لو عايز تستفسر عن اي حاجه في البروجرام بتبعت لي على طول. عايز تسالني سؤال 2 3 10 20 الف برد على الالف سؤال عادي. ببعت رساله الفولو اب، ممكن اتاخر مره او مرتين. يعني ممكن بدل ما ابعتها كل 4 ايام ممكن ابعتها كل 5 ايام او 6 ايام، بس ساعتها بيبقى 90% من الكلاينتس بعت لي الابديتس. بعمل اعاده التقييم. كل الكلام ده لو في تعديلات محتاج نعملها بنعملها. موضوع الفيديو سكرين شير ده برضو مفيش، الحمد لله مفيش حد في مصر كله بيقدم السيرفيس دي غيري. ودي بتبقى يعني انا كريت موضوع السكرين شير ده عشان ان انا اقدر اوصل لك نفس الاكسبيرينس بالظبط اللي انت ممكن تاخدها لو انت جيت لي جولد الجيم تتابع معايا. يا رب يا رب الورك شوب تكون عجبتكم، ولو عندكم اي اسئله او اي استفسارات ابعتوا لي برضو في الرسائل وهرد عليكم باذن الله. واسف جدا 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 للاطاله.